يلا نبدأ يومنا كده بالصلاة والسلام على حبيبي وشفيعي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض كده هو خلطة الممبار بطريقة سهلة قوي وبسيطة وجديدة وفيها كده معلقة مميزة وشوية تريكات هتوديها في حتة تانية. اول حاجة كده هو نجيب معانا بصل، كمية البصل حسب رغبتك انتي، وهنحمر البصلة كده في مادة دهنية لغاية ما تصفر معايا. هنا معايا كده هوت جزء كده من الصلصة، وعليها ربع كوباية من مية البنجر، وعليها قرن فلفل سبايسي كده، ونزلت بيها على البصلة بتاعتي قلبتها، ودي هتخلي الطعم ولون الطماطم في حتة تانية. ومعايا هنا بقى كده بقية الطماطم معصورة فريش، حطيتها اللهم بارك ربع كوباية البنجر، خلت الصلصة ريحة وطعم ولونها بصي زي ما انت شايفة كده تحفة اللهم بارك. دايما كده عودي نفسك لما تيجي تعملي صلصة طماطم لأي أكل عندك، زودي كيلو ولا 2 كيلو كده معاكي، وخدي الكمية ديت وشيليها في أكياس تلاجة وشيليها في الفريزر، هتنفعك في أي وقت تاني ما يكونش عندك طماطم. أنا بعمل كده دايما، بزود وباخد فرصة، اديني بعمل صلصة فبزود الكمية وتبقى مرة واحدة. بعد ما خلصت هنا كده والصلصة اتسبكت تمام، نزلت بملح وفلفل وكمون وكزبرة وسبع بهارات شطة وبابريكا وكل التوابل اللي انت بتحبيها، توم باودر بصل باودر. حطيت بقى كل ده، وحطي كده معلقة قرفة بتدي طعم حلو قوي. وهنا غسلت الرز ونزلت بيه على الصلصة بتاعتي وقلبتها كويس جدا، وحطيت الخضرة بتاعتي. انا بحط شبت وكزبرة بس، وهنا دي المعلقة دي بتخلي الخلطة بتاعتي طعمها تحفة وريحتها تبقى خطيرة. بحط كده معلقة كبيرة من التوم المفروم مع الكزبرة، وبقلبها مع الرز بتاع الخلطة بتاعتي تمام. هنا كان معايا بقى الممبار مغسول ومتنضف كويس جدا، وحشيته طبعا وحطيته في حلة، وكنت محضرة حلة جنبي كده فيها مية مغلية، ونزلت بيها على طول زي ما انت شفت كده. الممبار بتاعي غلى على طول، والممبارية نفشت كده واللهم بارك، شكلها بالشكل التحفة انت شايفاه. نزلت على بقى مية السلق بتاعته شوية بهارات، قرنفل، وحبة البركة وشوية كده كزبرة، والمعلقة بقى من القرفة. ولو القرفة بتخلي طعمه وريحته حلوة قوي، بتخلي ريحته جميلة جدا وقت السلق. خلاص طلعته السلق وطلعته كده في مصفى صفيته. حطيت هنا كده معايا شوية محشي كرنب على فلفل ويسلقوا كده واستووا. وهنا كده معايا كان مواسير جايباها من عند الجزار، سلقتها كده علشان اسقي بيها الكرنب بتاعي. الشوربة بتاعت المواسير دي خلت المحشي جميل كده وبيلمع، والدهون اللي فيه خلته طعما وريحة وكل حاجة، بصراحة كان تحفة. هنا بقى كده حضرت الزيت بتاعي عشان الممبار، ادي رشة كده في الزيت، متخليش الممبار معايا يلزق ولا يطرقع كده وانت بتقليه ويبهدل الدنيا. قليت الممبار بتاعي اللهم بارك بالشكل اللي انت شايفاه، وخد معايا اللون الذهبي. كان يعني ما خدش معايا في السوا حوالي ربع ساعة، شكله اللهم بارك تحفة. وبقى مملح منه فيه كده بقى، رشة الملح ده بتخليه مملح وفي نفس الوقت ما يلزقش ولا واحدة لزقت معايا. وخلصته كله كده، وبرضو اطلعه على مصفى عشان يصفي الزيت بتاعه كويس. خلاص كده اللهم بارك. كمية الممبار بتاعت زي ما انت شايفة خلاص خلصت كده. هحط باقي الكمية، يعني حاجة كده روعة وما خدش معايا كده وقت وسهل جدا. خلصنا بقى الكمية، تبتدي بقى قدميه بالشكل اللي انت حباه، شوية محشي كرنب كده مع فلفل وعليهم الممبار واللهم بارك. هو الإضاءة ظالمة اللون تحفة خطير وطعمه رهيب. وصفة كده بسيطة، اتمنى تجربيها، وجربي الخلطة بتاعت الحشو تحفة وريحتها جميلة وطعمها اللهم بارك. اتمنى تدعموني بلايك، وانتظروني في فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.